اسمعي يا نعمت. أفهم. وحياتك روحي انت الفيلا ويمكن كريم يكلمني من مصر. شوفيه هيقول لك ايه. حاضر يا بيه. دي فعلا نعمة، دي مهمة جدا. قوي قوي قوي. شايفه بتتصرف كويس ازاي؟ هو مغفل وفاهم انه بيحافظ عليا لما يوفر لي 30 40 قرش، انما هي اللي بتتصرف بحكمه. عشان كل اللي بيشتغلوا عندي لما هيشوفوا مني تصرف انساني هيبقى قلبهم على مالي وحاجتي. عقليه ناضجه جدا رغم بساطتها. ده انت متحمس لها قوي، عشان كده هي في مصر معاك، ولما تيجي هنا في العزبة برضو معاك. يعني مش ملاحظ ان احنا بنتكلم عليها كتير قوي؟ يعني عندك حق. عايزة وحياتك الورق الروز على الحيطة دي، حاضر يا ست هاني. والانتريه ده هتحطوه هنا. حاضر. يلا يا رجاله شيلوا انتريه ده من هنا. حاضر. انت يا نعمة، نعم يا فندم. شيلي معاهم، واقفة كده ليه؟ حاضر يا ست هاني. او اسمعي، نعم يا ست هاني. بعد ما تشيلي معاهم ابقي شيلي الستار دي كلها. ما نخلي صنايع يشيلها بمعرفته يا ست هاني. لا لا لا، هي اللي هتشيلها. امرك يا ست هاني. اعملي لك همة شوية. حاضر يا ست هاني. انتوا نازلين؟ ايوه هنزل انا ونهى نفوت على مهندس الديكور وبعدين هنتفرج على مسرح. مش كده يا نهى؟ اللي تشوف. فاضل قد ايه على الشقه ما تخلص يا نهى هانم؟ مش كتير. ربنا يتم بخير. عايز مني حاجه يا كريم؟ لا اتفضل يا محمود بيه. طب وحياتك اطلب لي البيت قبل ما انزل لو سمحت. حاضر. الو نعمت، كلمي محمود بيه. مساء الخير يا نعمت. مساء الخير يا بيه. انا هتاخر الليله، هسهر في مسرح. تقدري انت تنامي؟ لا يا بيه، معلش هستناك. طيب زي ما تحبي. اسمعي، نعم يا بيه. يمكن يفوت عليا في البيت المعلم خيري اللي هياخد من العزبه عسل النحل. انا كنت مديله ميعاد في البيت. ابقى اديله انت ورقه عشان فتحي الفكهي يسلموا الطلبيه. حاضر يا سعادة البيه. عايزه مني حاجه؟ عايزة سلامتك يا بيه. طيب. خلاص. ايوه نقدر احنا نمشي. يلا اتفضلي يا نهى. مع السلامه بقى يا كريم. مع السلامه يا بيه. اتمنى لكم سهره ممتعه. ايه ما عجبتكيش الروايه ولا ايه؟ بالعكس، رواية حلوة قوي، بس أنا فضلت نخرج ونقعد في الهوا. اللي تشوفيه. على كل حال الهوا احسن. إيه؟ محمود، نعم. أنا شايفة إن البنت دي مزوداها شوية. بنت مين؟ اللي اسمها نعمت. مزودها في ايه؟ يعني ملاحظة إنها ركن مهم جدا في حياتك، وإنها نهى، انت انسانه متعلمه ومثقفه، وانا واثق انك تقدري تفهمي الحكايه دي. وده إيه دخله في المسألة دي؟ يعني مش عايزك تدي الموضوع ده اكتر من حجمه. وإيه بقى حجمه بالظبط؟ ببساطه دي انسانه بتأدي عملها تجاهي على اكمل وجه. بتأديه بمهاره وذكاء واخلاص، ودي صفات نادره الايام دي. عشان كده انا بعتمد عليها وانا قبل كده قلت لك الكلام ده. هي دي الحقيقه بالظبط. يعني ملهاش أي أهمية أكتر من كده؟ يعني ايه يا نهى؟ واهميتها اللي حكيت لك عليها دي مش كفايه؟ قصدي يعني، نهى، اوعي يخطر في بالك. ما هو أنا كمان ست. هو أنت ناسي الحكاية دي ولا إيه؟ انت بتقولي ايه؟ انت حاجه تانية خالص. انت هتبقي مراتي، يعني ام اولادي وكياني كله، اسرتي. حط كل حاجه في مكانها السليم يا نهى. ما تخلطيش المسائل. انا لولا اني عارف انك بتتكلمي بحسن نيه كنت زعلت منك جدا. إيه، ما تزعلش مني يا محمود، بس أنا برضو جوايا شعور. وانا ما تجاهلتش شعورك ده ابدا، بالعكس. أصلها بتزودها شوية وبشوف. لا 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 لا, لا. انت غلطانه، واوعي تدخلي نفسك في مقارنه زي دي. اوعي يا نهى. خلاص يا محمود، بس اوعى تزعل مني. لا مش زعلان ولا حاجه. البنت طيبه جدا وانت هتحبيها قوي، وبكره تقولي لي. طيب يا محمود. حضرتي لي البدله الكحلي يا نعمت؟ جاهزة يا بيه. البدلة الكحلي والكرافتة بتاعتها. ميرسي يا نعمت. ايه مصروف البيت لسه ما خلصش؟ بقالك مده ما طلبتيش فلوس. الخير كتير قوي يا بيه. ايه ده؟ في ايه يا فندم؟ انا مش قلتلك انا ما بشربش شاي بلبن ابدا؟ ما هو يا ست هانم. ايه اللي خلاكي تجيبي لي شاي بلبن؟ يا فندم الشاي بالحليب مش لحضرتك، ده للبيه. البيه بيحب يشربه بعد الظهر بالحليب. الشاي بتاع حضرتك اهو. طيب خلاص خلاص. لا مؤاخذة يا ست. مش عايزه غلبه بقى، خلاص.
حاضر يا ست هانم، حاضر. عايز حاجة يا بيه؟ لا يا نعمة، متشكر.